التفجير ضرب جزيرة السترة جنوبي المنامة وأودى بحياة شرطيين. وزارة الداخلية أصدرت بيانا مقتضبا أكدت فيه الهجوم الذي حصل بينما كان رجال الشرطة يقومون بعملهم اليومي، فيما تبنت مجموعة تسمي نفسها سرايا الأشتر العملية على موقع إلكتروني. وسائل الإعلام الرسمية نقلت معلومات عن احتمال استخدام متفجرات من نوع C4 و RDX في هجوم السترة، وهي متفجرات تشتبه السلطات البحرينية أنه تم تهريبها من إيران عبر الطرق البحرية. وكانت وزارة الداخلية اعترضت شحنة من الأسلحة الأوتوماتيكية والمتفجرات من نوع C4، وعرضت شريطا مصورا عن العملية التي أدت إلى توقيف شخصين اعترفا بتلقي التدريب في إيران. وتشهد العلاقات الإيرانية البحرينية توترا شديدا بعد تصريحات لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي تؤكد دعم إيران للمعارضة في البحرين. المنامة استنكرت التدخل بدورها واستدعت سفيرها من طهران للتشاور. ترفض طهران الاتهامات لها بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية، غير أن المنامة تؤكد امتلاك براهين عن تورط إيراني متواصل في زعزعة الأمن، يضاف إلى المواقف الإيرانية التي تصفها البحرين بالعدائية والمستفزة. شادي شليلة، سكاي نيوز عربية، المنامة.